اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعد لي كل أوقاتكم يا صبايا. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلوا على النبي. شلونكم صبايا؟ ايش أخباركم؟ طمنوني عنكم، إن شاء الله دايما تضلوا بخير يا رب. اشتقت لكم كتير، واليوم رجعت لكم بفيديو جديد إن شاء الله وتعالى، بتمنى ينال إعجابكم يا رب. طبعا أول شي بحب لكم صباح الخير يا صبايا، الله يسعد لي صباحكم وبأي وقت عم تشاهدوا الفيديو يا رب، والله يسعد لي كل أوقاتكم إن شاء الله. طبعا بالنسبة لليوم مثل ما انكم شايفين أنا طلعانة من بكير هون عم بقطف يبرق، وحبيت هيك أصور لكم مقاطع حلوة وأنا عم بقطف هاليبرقات اللي بتشهي مثل ما انكم شايفين. واليوم إن شاء الله بدي أعمل طبخة يا صبايا مميزة كتير وجديدة بنفس الوقت. طبعا حبيت هيك أشاركها معكم. هو للصراحة يا صبايا هو ابن حماي طلب مني هاي الأكلة. طبعا هو ابن حماي كل شيء أكلات غربية بحب يجربها يعني، وطبعا طلب مني كمان هو هاي الأكلة، قال لي بما أنك عم بتصوري هاي الأكلة سويها وصوريها بنفس الوقت، وأنا ما حبيت أخجله. وهون مثل ما كنتم شايفين يا صبايا عم بقطف يبرق، حبيت هيك أسوي له إياها بيبرق تازة يعني كمان. صدقوا يعني كل شيء أكلات ابن حماي مثلا قلت لكم أنا يعني كل شيء أكلات مميزة وجديدة بحب يجربها، وعن جد كل شيء يا صبايا بجربه كله بيطلع طيب. ايه سبحان الله. مين انتم في عندكم بالعيلة هيك بيحب يجرب اكلات جديدة؟ كتبوا لي في التعليقات. نحن عنا ابن حماي دائما بيحب يجرب اكلات جديدة وطيبة بنفس الوقت. طبعا هي الدالية اللي عم بقطف منها هي بجنينة بيتي، يلي متابعتني بتعرف قبل هالمرة مصورة فيها يعني. وعلى اساس يا صبايا حطيت سيبة وبدي اطلع اطف من فوق. من فوق اليبرق كلياته صاير قاسي. ايه سبحان الله. بعدين شفنا انا وابني في غصن هيك نزل فرد سحب للارض، وكانوا اليبرقات عليه كلهم بجننوا يعني، هيك تجي اليبرقاية كبيرة وبنفس الوقت طرية كتير. ايه قعدت صرت اطف منه كمان. يا رب يا باسط اليدين بالعطايا، يا ذا الفضل العظيم، يا ذا الجود والكرم، يا حنان ويا منان، يا رحيم يا رحمن، يا ربي يا مستعان. أعني على أن أكون عبدا صبورا شكورا، من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا وعادوا إلى دربك يا الله. يا رب اللهم اغفر ذنبي وفرج كربي واقض ديني وارزقني التيسير ودبرني فإني لا أحسن التدبير. يا رب يا رب اللهم إني أسألك إيمانا كاملا ويقينا حقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا هلا هيك يا صبايا مثل ما شفتوا خلصت قطف اليبرق، وهلا بدي اقول لكم شو اسمها للاكله. اسمها جريك دول ماضي. طبعا هو طبق يوناني. هو يبرق يعني يوناني، عرفتوا شلون صبايا؟ وهو هي الاكله معتمده على زيت الزيتون اكتر الشي يعني. وهلا رح اعطيكم الطريقه بالكامل، وان شاء الله هيك تنال اعجابكم يا رب. طبعا يا صبايا بدي اعطيكم الطريقه بالكامل. هلا شوفوا بالنسبه للعيارات، انا هون في عندي باقه بصل كامل، بصل اخضر هون عم بقشرها وبجهزها، بدي احطها كلياتها. طبعا هلا رح تشوفوا انتم يعني بالفيديو الطريقه. والمكونات الخضره يعني في شبت، في كزبره خضراء ونعناع اخضر وبصل يابس وثوم كمان.
هون يا صبايا مثل ما يكون شايفين الباقة البصل الاخضر كلها رح افرمه. شوفوا الفرم يعني ما انه يكون كتير ناعم، لا عادي صبايا. وهون في عندي بصلتين يابسات كمان. وعن جد يا صبايا بالنسبة للأكل كتير طيبة يعني، ومميزة بنفس الوقت، وتغيير شكل يعني عن الأكلات اللي دايما بنكررها وهيك، تغيير شكل يعني. عن جد جربوها وما رح تندموا. وهون يا صبايا مثل ما يكون شايفين رح أفرم لها بصلتين كمان يابسات، ورح أحط لها 3 سنون توم كمان. ما إنه كتير بدي أفرمهم ناعم، لا عادي، لأنه بالأخير كلياتهم رح أقليهم مع بعضهم. وهلا هون يا صبايا فرمت البصل الاخضر بقى كامله، بصلتين يابسات و3 سنون توم. هلا هون بدي احط لها كاسه زيت زيتون، كاسه المي طبعا مثل ما لكم شايفين، وبدي احطها فوق الخضره واقليهم مع بعضهم على نار هاديه حتى يتدبلوا كلياتهم مع بعض. بس بدي اقول لكم شغله يا صبايا، في شغله هيك يعني لقيتها جديده علي، هي الكزبره الخضراء. انا يا صبايا الكزبره الخضراء يعني نحن الحلبيه اجمالا كلياتنا للاكل كلياته ما بنستعمل الكزبره الخضراء، بنستعمل بس كزبره يابسه. إيه هلا شوفوا المتعودة على الكزبرة الخضراء كتير رح تنبسط عليها. شوفوا ونحن يعني أنا مالي متعودة على الكزبرة الخضراء ولا على الشبت، بس كتير كتير انبسطت عليها عن جد. على الطبخ طلعت الطعمة بتجنن وكتير طيبات. اي والله يا صبايا بقى مثل ما بقول لكم يعني هلا اجباري وهي الكزبره الخضراء وقت فرمتها اقول يا ربي ما عم بتروح ريحتها من ايدي، ما عم بتروح ريحتها من ايدي. بالفعل ريحتها كتير قويه يعني، بتصدقوا يمكن انا اول مره بستعمل الكزبره الخضراء. اي سبحان الله. بس طلعت طعمتها على الطبخ كتير طيبه وكتير انبسطنا عليها. الحمد لله رب العالمين. وهلا هون يا صبايا بلشت اطبق اليبرق الاخضر مثل ما كانوا شايفين مشان اسلقه كمان شوي. بالنسبة لمقادير الرز يا صبايا، هلا شوفوا انا هون حاطه تقريبا 700 جرام رز. شفتوا الكاسة اللي عم بحط فيها زيت زيتون، حطيت منها 4 كاسات رز ونقعتهم تقريبا 10 دقايق. وهلا هون الخضرة عندي شوي دبلت مثل ما كانوا شايفين، قليتها بالزيت الزيتون على نار هادية كتير، وبعدين بدي اطب فوق الرز. وهلا هون يا صبايا من بعد ما طبيت الرز، هلا هون بدي اقلل الرز شوي شي 5 دقايق بس يعني، وبعدين بدي اضيف عليه مي. يعني بدي اضيف تقريبا شي 3 كاسات مي بس، واعيفه على نار هادية واغطيه. هلا شوفوا صبايا انا من بعد ما اضيف المي ما بدي انه الرز يستوي معي 100%، لا يعني تقريبا نص سوي. عرفتوا شلون صبايا؟ مجرد ما الرز يغب المية اللي حطيتها خلص فورا بطفي عليه. وهنا يا صبايا ضفت 3 معالق ملح مثل ما كنتم شايفين. هلا شوفوا انا الملح اللي حطيته يعني حسبت حساب كمان الملح للخضره، لانه كمان بدي افرم له خضره واحطها كمان فوقه. وهلا هيك وطيت عليه النار مثل ما كنتم شايفين وغطيته، ومثل ما قلت لكم ما بدي اياه يستوي للاخير، نص سوي بس. وهلا هون كمان علقت عليه يبرة مشان ينسلق شوي. وهلا هون يا صبايا لوقت ما يصير الرز عندي، هلا هون بلشت اجهز الخضره. انا هون كلياتها غسلتها. في عندي هون انا باقة شبات كامله رح افرم لها اياها، ومثل ما قلت لكم ما انه فرم كتير ناعم يا صبايا، لا عادي. وهلا هون يا صبايا رح افرم لها باقتين كزبره خضراء، باقتين انا هون رح افرم لها اياهم كاملات. طبعا بتطلع طعمته كتير طيبه على الطبخ، يعني ما بتاثر انه بتصير الطعم كتير قويه، لا بتطلع على الطبخ كتير طعمته طيبه واصوليه. ورح احط لها كمان نص باقه نعناع. النعناع يا صبايا اذا كترناه في قلبه بيطلع كتير طيب، رح احط له نص باقه كمان. وهنا يا صبايا انا عم بشتغل بفرم الخضره، كنت كتير خايفه انه تطلع الاكله بالاخير ما طيبه، بس عن جد من بعد ما استوت واكلنا منه وكتير انبسطنا عليها. بالفعل طلعت الاكله كتير طيبه وكتير انبسطنا عليها. ومن بعد ما فرمت كل الخضره وصارت جاهزه، بدي ابشر لها تقريبا كمان ليمونه كامله. بدي اخذ بس قشره رح ابشر لها اياها على الناعم فوق الخضره. وهلا هيك يا صبايا الرز صار جاهز مثل ما لكم شايفين. هلا شوفوا الرز ما له مستوي يا صبايا، قلت لكم انا نص سوي بس حطيته. وهلا هيك رح احركه شوي في بعضه، وبعدين احط الخضره يلي فرمتها كلياتها فوق.
هلا يا صبايا من بعد ما طبيت كل الخضرة، هلا شوفوا بدي احط له كمان معلقة فلفل اسود صغيرة بس. هلا الحلو في الاكلة انه ما فيها كتير بهارات، يعني عن جد هلا بتطلع طعمة الخضرة، يعني من بعد ما تنطبخ بتحسوا بطعمة الخضرة كلياتها يلي حطيناها في قلبه. وقلت لكم انه هي معتمدة اكتر شيء على زيت الزيتون كمان. وهلا هيك الحشوة صارت جاهزة، وشوفوا منظرها بشهي ما شاء الله على الالوان، الخضرة بتجنن. وهلا يا صبايا بدي ابلش الف اليبرق. هلا شوفوا بالحشوه ما بدي انه اقلل، لا بدي اكتر شوي عشان تبين طعمته وبتطلع اطيب. وهون وقت اللي عم بلفها عم بسويها على شكل بقجه. شلون بنلف اليالنجي بنسويها على شكل بقجه، هيك يا صبايا نفس الشي. اذا كنتوا عم بتلفوا يبرق يا صبايا وخفتوا تكتروا حشوه كتير، لا تخافوا يا صبايا، لانه الرز نحن مو سويناه نص سوي، ما راح يصير شيء انه يطلع رز برات اليبرق وهيك ينكت، لا ابدا ابدا بالعكس. ونفس الوقت وقت اللي بتاكلوا يبرقاي وبقلب الرز مبين مثل عادي وحشوته، بتستمتعوا بالطعمه يعني اكثر من لما تقللوا. عرفتوا شلون؟ لهذا السبب انا عم بكتر مثل عاده وبسويه على شكل البقجه. وهلا بحب اتشكر كل الصبايا اللي علقوا لي بالفيديو اللي قبله وباركوا لي لانه فتحت قناتي وبنتي اخذت القران. الله يبارك فيكم يا صبايا، والله يحفظ لكم اولادكم ان شاء الله هيك يا رب، وبتشوفوهم باعلى المراتب ويخلي لكم اياهم. وشكرا كثير لتعليقاتكم الحلوه، وعن جد كثير انبسطت بتعليقاتكم، بتشكركم من كل قلبي. بتمنى منكم دائما تدعموني وتعطوني رايكم وتجاوبوني في التعليقات. امس في صبايا كتبوا لي في التعليقات انه نحن عم نستنى فيديوهاتك، يا ريت تنزلي كل نهار فيديوهات. تسلموا لي يا صبايا، كلكم ذوق، بس صدقا انا يعني حاليا ما بحسن انه انزل كل نهار. يعني رح احاول انزل انه نهار نهار لا ان شاء الله، بس كل نهار شوي صعبه علي. بقى ان شاء الله لقدام ادعوا لي هيك الله يقويني وانزلكم كل نهار فيديوهات ان شاء الله يا رب. وبتصدقوا يا صبايا هون انا كنت عم بلف وابدا يعني ما طولت، يعني كتير حسيته سهل لفه، بدقيقه خلصت. عن جد اسهل من لف اليبرق. مش بتعرفوا انتوا اليبرق بدنا نرفع الحشوه وما كتير نسمكها وهيك يعني بنرص اليبرقاي، لا هذا لفه كتير سهل يعني ما طولت ابدا والله يا صبايا. وهلا هيك خلصت اللف وبلشت اطبقه. هلا هون فتحت بارضيه الطنجره يبرق، وقسمت كمان ليمونتين دوائر وبلشت اصفهم كمان مثل ما يكون شايفين. وهلا هون رح بلش اطبقه. وتصدقوا يا صبايا هالليمونات يلي حطيتهم هيك تحته شقد عطته طعمه طيبه كتير كتير طيبه. يعني هلا هو بالنسبه لمرقته ما بدها ابدا يعني حمض، بس حطيت لها معلقه صغيره ملح بس. اما هالليمونات عن جد كل اللي يبرق غاب طعمه الليمون كمان، يعني الليمون وقشر الليمون، تخيلوا على الطعمه ما اطيبها صارت. وبالنسبة لمرقته يا صبايا هلا هون أنا رح أحط كاسين زيت زيتون مثل ما كنتم شايفين بهي الكاسة، وبعدين رح أحط فوقه تقلة وأحط له مي، المي حتى تغمر اللي يبرق. وطبعا التقلة أهم شيء يا صبايا، إذا ما حطيتوا التقلة بعدين رح ينكت معنا كل اللي يبرق، التقلة إجباري. يعني التقلة من بعد ما يبلش يغلي هو ونوطي عليه النار شيلوا التقلة مشان يغبغب طعمة زيت الزيتون والليمون. وهنا يا صبايا على اساس انه انا بدي احط الصحن وبعدين احط التقلة، ايه بس الغطا الطنجرة ما تغطى معي. عدت شلت الصحن وعفته على طاق التقلة، ومن بعد مثل ما قلت لكم من بعد ما غلى شوي هو بلش يغلي وطيت عليه النار على نار هادية، وبعدين شلت التقلة مشان يغبغب طعمة الزيت الزيتون والليمون يلي تحته. ووقت الطبخ يا صبايا ما طول كتير معي ابدا، يعني من بعد ما غلى وطيت عليه عفته تقريبا بس نص ساعة، طلعت عليه بعد نص ساعة كان مستوي. وطبعا يعني يمكن انا قلت لانه يبرق اخضر انا استوى معي فورا، بقى اذا يبرق مونة ممكن يطول شوي اكتر زيادة 10 دقايق عرفتوا، بس ما بيطول انه كتير لا يا صبايا، من 30 ل 40 دقيقة بكون جاهز. وهيك يا صبايا قريق دولماطس صار جاهز.
اعطوني رايكم في التعليقات على هالمنظر اللي بيشهي. اليبرق اليوناني طلع غير شكل عن جد يا صبايا. بسم الله الرحمن الرحيم. ريحته طيبه كثير. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. شوف ما شاء الله كلها زيت زيتون، ما بتطلع طعمته غير شيء. اكيد. وهون يا صبايا مثل ما شفتوا جوزي انصرف من شغله وقلت له تعال صفي لي حمضه، الله يعطيه العافيه يا رب. وهلا هون بلشت انقضه مثل ما انكم شايفين. هلا للصراحه يا صبايا انا هيك حبيت انه انا عم بنقضه، بس حبيت اعمل صحنين للتقديم يعني خاصات بس مشان اصور لكم اياهم. عرفتوا يعني انه هيك سفرتنا هالمره ما صورت لكم اياها، بس حبيت هيك اعمل انه صحنين مميزات هيك يكونوا مرتبين للتقديم بما انه اكله مميزه واول مره بعمله وكثير انبسطت عليها عن جد. ايه حبيت هيك انه اسوي صحن هيك يكون مرتب واقدم لكم اياه بشكل حلو، وان شاء الله هيك تكونوا مبسوطين انتم، وان شاء الله هيك ينال اعجابكم يا رب. واعطوني رايكم في التعليقات، ولا تنسوا تحطوا لي لايك يا صبايا. يلا هلا انتم عم تشاهدوا الفيديو، اذا عجبكم هذا الطبق وطلع معي شكله حلو حطوا لي لايك ودعموني في تعليق حلو مثلكم. هلا شوفوا صبايا بدي لكم شغله. هلا انا اكلته سخن واكلته بارد. هلا سخن كتير حبيته، بس لما اكلته بارد كتير حبيته اكتر. ما بعرف ليش، يمكن هلا انا قلت نحن اليالنجي مو بناكله بارد، حسيت انه كمان الجريجدو الماضي حسيت انه بارد اطيب من السخن. اي والله يا صبايا. وانتم اذا جربتوا جربوه كله سخن وجربوه كله بارد، واعطوني رايكم كمان في التعليقات. وحتى ابن حماي كتير انبسط عليه وكتير حبه، وبيت عمي كتير حبوه كمان، الحمد لله رب العالمين. وكل صبية وصلت معي لهي اللحظة وعم تتفرج على الفيديو وهي مبسوطة، لا تنسى تدعمني وتحط لي لايك. وهيك أكلنا صار جاهز. بسم الله ما شاء الله منظره بيشهي وغير شكل. الله يديم علينا النعم ويحفظها من الزوال يا رب. ويا صبايا هو بتاكل جنبه لبن متوم مع الشبت، بنفرمه بنحطه بقلب اللبن، بس أنا حبيت أقدم لكم إياه بهذا الشكل. هلا بدي أدوقه بقى بعد تعبته النهار. هيك اللبن مع الثوم والشبت كثير طيب. انت عم تاكلي هون، احنا عم نستناكي جوا؟ فرطنا من الجوع. يعني بدوق قدام المتابعين وفرجيني اياش عليك عم يلمع كثير طيب. الله يعافيك يا رب. سلمي ايديكي. الله يسلمك والله يرزقك يا رب. المنظر بشهي ما؟ اي والله كثير طيب والله. عم دوق في التم ذوبان. شغل مطاعم. وهلا هيك يا صبايا خلصنا عشان الحمد لله رب العالمين. وهلا هون بلشت بقى لملم وأضبضب، وفي هدول اليبرقات كمان لسه ما نقطن كمان عم بنقضن. وبدي أقلكن شغله يا صبايا. هلا عجب انتم كمان هيك مثلي بتفكروا؟ ما بعرف. هلا عن جد المرة ما بتخلص شغلها حتى تنام، سبحان الله. يعني بتعرفوا انتم بعد ما تخلص طبختها بتقول خلص يعني خلصت طبختي وما ضل شيء علي، لا بس بالعكس لسه بطلع جلي، تطبيق الجلي، بتخلصي الجلي ما بتلاقي الا على السهرة تقومي تحطي فواكه في بذر في فستق في هيك شغلات عن جد. يعني على السهرة بتقومي تحطيهم، بعد ما تحطيهم بترجعي تجلي غراضا، وهيك هذا مثله. حتى بالاخير يوم انا يم اولادي واخلص كل شيء بصير وقت النوم. هيك المرة أنا بحس يعني عن جد ما بخلص شغلة حتى تنام، الحمد لله رب العالمين. وهي أول مرة بكون أنا عم بجلي، وحبيت هيك أشارك معكم الجليات يا صبايا. وهلا هيك صبايا من بعد ما خلصت الجلي وليفت الحجرة وليفت الغاز وما ضل علي شي طاوة الحمد لله. هلا هون رجعت أرتب، هون عبيت رجعت الزياتات، ومجرد ما أشوفهم ناقصين بحب أعبيهم فورا. ما بحس إنه هيك أحلى. وشوفوا هيك النظافة مع أحلاها عن جد راحة نفسية. من بعد ما هيك واحد يخلص جليات يرتب المطبخ كتير بنبسط. وهلا هون راح اشغل البخور كمان، وريحه البخور غير شكل، ريحته كتير طيبه هالبخور يا صبايا اللي بستعمله. هذا بوقتها قلت لكم انا اللي متابعتني من زمان بتعرف انه اخذته من عند بنت حماي بغازي عندها، وبتصدقوا شد هيك لهم انه اذا خلص عندي وما الاقي منه في قيصري.
لأنه عن جد ريحته كتير طيبة، وبتضل يعني هيك غابقة في المكان لمدة ساعة، كتير بنبسط عليه. وهلا هون يا صبايا بدي ابلش اجهز للسهره. هلا شوفوا هون بدي اجهز الايس كافي. قبل هالمره في صبايا طلبوا مني الطريقه، انا حطيت يا صبايا بنفس الكاسه كاسه نسكافيه، كاسه سكر، كاسه مي، كلها نفس العيارات، وخفقتها. وهلا رح احطها في البراد لانه انا حطيت لها مي دافيه شي يدوب السكر. هون يا صبايا حبيت هيك اقطع الاناناس قدامكم بطريقه كتير حلوه. وهون كمان جوزي الله يرزقه شيرين لنا هي فاكهه التنين. هلا شوفوا بالصراحه هي اول مره بدنا ندوقها، وحبيت هيك اشاركها معكم. رح اعطيكم الرأي. هلا شوفوا من بعد ما قشرتها وهيك دقناها، هي بس حلوه، بس ما فيها طعمه ابدا يا صبايا. ايه بس انه طيبه، عرفت شلون؟ هيك انه انبسطنا عليها، فاكهه جديده يعني، انه حلوه ما لها طعمه، بس بنفس الوقت فيها افاده يعني للجسم عن جد. ايه حبيت هيك اشاركها معكم كمان، ويلي جربتها تكتب لي في التعليقات. اللهم بأسمائك الحسنى طهر قلوبنا من كل وصف يبعدنا عن مشاهدتك ورحمتك. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. يا رب، سبحانك اللهم وبحمدك، أنت الحق وقولك الحق، لك الملك ولك الحمد، وأنت على كل شيء قدير. سبحانك بيدك ملكوت كل شيء، يداك مبسوطتان تنفق كيف تشاء، تختص برحمتك من تشاء، وأنت ذو الفضل العظيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واغفر لي ذنبي. اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك مالي ولك ثرائي. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. يا رب، اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واغفر لي ذنبي. اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك مالي ولك ثرائي. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أسألك إيمانا كاملا ويقينا حقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا. يا رب، وهيك يا صبايا حبيت أرتب الفواكه بهذا الشكل، واعطوني رأيكم في التعليقات إذا حبيتوا يا صبايا.
وإن شاء الله تكونوا استمتعتوا معي يا صبايا بهذا الفيديو. وهيك بكون وصلت معكم لنهاية الفيديو يا صبايا. بتمنى منكم تدعموني. يلي عم تشوف قناتي لأول مرة وحبتها تشترك في القناة، فعل زر الجرس حتى يصلكم كل شيء جديد، وعطوني رأيكم في التعليقات إذا حبيتوا هذا الفيديو. ولا تنسوا تدعموني في لايك. استنوني بفيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بأمان الله صبايا.